يا مساء الخير على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن صراع الأجيال، أو بمعنى أدق الصراع ما بين الآباء والأبناء. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. خلونا في البداية نقول إن كل فرد بيتعرض أثناء فترة المراهقة لنوع من النزاع مع الآباء، والنزاع ده بيحصل نتيجة لاختلاف طريقة التفكير ووجهات النظر ما بين الآباء والأبناء، اللي بتكون بسبب اختلاف طبيعة البيئة اللي نشأ فيها كل منهم. للأسف كمان التغييرات السريعة اللي بتحصل في المجتمع دلوقتي بتنعكس بشكل كبير جدا على الأسرة وعلى علاقة الآباء بالأبناء، وأدت لفجوة اتسمت بصراع الأجيال. وعلشان احنا الآباء لازم نتكلم بصوت العقل ونتجنب الأسباب اللي ممكن تزود الفجوة دي. يلا بينا نعرف الأسباب دي علشان نتجنبها. أول حاجة، في كتير مننا كآباء بينسى إننا كنا بنغلط وبنتحط في مواقف كتير محرجة ما كناش بنعرف نتصرف فيها وقتها، وللأسف بنبقى عايزين نربي أولادنا إنهم ما يغلطوش، ولو صدر منهم غلط إحنا بنعتبره ذنب لا يغتفر، وافضل أأنف في ابني عمال على بطال. بالعكس، أنا لازم أتقبل فكرة إنه هيغلط، ولازم أعلمه إنه يتجنب الغلط ده إزاي في المرة اللي بعدها طبعا علشان ما يتكررش. كمان فكرة إننا عايزين أولادنا يطلعوا بشكل معين في المجتمع. ما ينفعش أجبر أولادنا إنهم يعملوا حاجة بناء على رغبتنا إحنا بس. لازم نفهم رغبات أولادنا ونشجعهم عليها مادام ما فيهاش حاجة غلط ولا هتضرهم ولا هتقل من مظهرهم في المجتمع. كمان من أكبر الأخطاء اللي بنرتكبها هي مقارنة أبنائنا بغيرهم. ده بيخليه يحس إن هو شخص فاشل وبيفقد ثقته في نفسه. فبدل ما أعمل جو المقارنة ده، ياريت لو خدت بإيد ابني أو بنتي وأبدأ أشوف نقط الضعف اللي عنده واشتغل عليها أقويها له. كمان فكرة إن إحنا بقينا مشغولين جدا الأيام دي وما عندناش وقت نقعد فيه مع الأولاد أثناء اليوم، ده بيخلي أولادنا عرضة لاكتساب أي سلوك سيء في المجتمع. فلازم نفضي نفسنا شوية ونقعد نعرف يومهم كان ماشي إزاي، ونوجههم في بعض الأمور ونسمع هما بيفكروا إزاي طبعا، ويبقى في خط مفتوح للمناقشة بينا، لأن ده يحميهم من إنهم يكونوا فريسة سهلة لأي حد يلعب بدماغهم. كمان في بعض الآباء الأيام دي بيستهزئوا وبيسخروا من تصرفات الشباب دلوقتي، زي قصات الشعر اللي طالعة دلوقتي موضة والستايلات اللي بيلبسوها، وبيبقى ناسي خالص تماما إن هو على أيامه برضو كانت الشباب ليها شعر معين وستايل لبس معين، وكانت على أيامه هي دي الموضة. طب ما هو زمانك غير الزمن دلوقتي، وكل زمن وليه تغييراته وسلوكياته. فلازم نفهم إن هما كمان بيعيشوا وقت معين في سنهم وهيبدأوا يكبروا، وهما نفسهم برضو مش هيعجبهم اللي أولادهم هيلبسوه ويعملوه في الجيل اللي بعدهم. فهي موجة وبتخلص وبتعدي، بلاش نقف على الواحدة معاهم ونركز قوي كده. كمان ياريت لما يحصل خلاف في وجهات النظر مع أبنائنا ياريت نوصل لحل وسط، ما يبقاش الموضوع فرض رأي وإجبار وخلاص. وممكن وقتها أستخدم سياسة تبديل الأدوار، أقول لابني أو بنتي حطوا نفسكم مكاني علشان تفهموا وجهة نظري أكتر. وقتها ممكن يفهموا إن تصرفاتنا دي بتكون بناء على حبنا ليهم وخوفنا على مستقبلهم. وفي نهاية الحلقة خلونا نقول إن كل زمان وليه ظروفه وأفكاره اللي ممكن تكون مختلفة شوية عن الزمن اللي قبله، ولكن معايير الصح والغلط لا يمكن تختلف أبدا من زمن للتاني. وهو ده اللي لازم نمسك فيه بإيدينا وسنانا، وهي حسن التربية لأولادنا. لازم نربي أولادنا كويس على القيم والمبادئ الكويسة اللي مش هتخليهم فريسة سهلة لكل زمان ومكان. وياريت نصاحب أولادنا وما نوسعش الفجوة اللي بينا. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح، كل يوم خميس على قناة نيكست ويف، وأشوفكم على خير.